قالت رئيس الوزراء مثل نتنياهو. لذلك إذا احتدم الأمر وتوجه وقدم الاستئناف والاعتراض والالتماس إلى محكمة العدل العليا، فأعتقد بأنه ستكون مواجهة بين الكنيست، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أي الحكومة مع السلطة القضائية، وهذا ما سيسبب إلى أزمة دستورية بمعنى الكلمة. أي من سيعلو على من؟ هل القرار الذي قد تتخذه المحكمة ضد رئيس الحكومة بموجب القانون أو بموجب التهم الموجهة إليه هو الذي سيكون مطبقا، أم القانون يعفي ولا يجيز للمحكمة العدل العليا بالتدخل في الموضوع، وأن رئيس الحكومة أي حصل على حصانة برلمانية بمعنى الكلمة من أي محاكمة أو أي اعتراض من قبل المحكمة العليا على القرارات والقوانين التي تشرعها الكنيست. أعتقد بأن هذه هي المعضلة التي ستقف أمامنا في الأسابيع القادمة عندما ستتم أو ستقدم المحكمة على تحديد موعد للنظر في الالتماس حول هذا الموضوع، وعندها فقط ستبدأ المواجهة التي ذكرتها. لا شك أن هذا سيكون بمثابة أزمة دستورية، من سيعلو على أي سلطة هي التي ستغلب الأمر، وهل سينصاع أي طرف إلى أمرة الطرف الآخر. أنقل هذه النقطة أيضا لضيفي من القدس مائيل مصري. هل يتمتع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم ببوليصة تأمين؟ نعم، هو طبعا أنا من حيث الجوهر والمضمون أنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ شلومو، حيث أنه نحن في أزمة دستورية، وأنه السؤال الذي سوف يطرح هو من سيعلو على من، وإذا كانت هذه الحكومة القدرة فنيا على أن تفرض إرادتها أو المحكمة العليا. طبعا أتفق مع هذه الصياغة، ولكن لدي تحفظ بسيط على مسألة القانون الذي حاولت الحكومة تمريره قبل أسبوع، لأنه هذا يتحدث عن عدم قدرة المحكمة في إقالة رئيس الوزراء على خلفية قضايا جنائية، أي الحديث هنا عن حصانة. وبالمناسبة المضحك المبكي هو أن يتم الحديث من قبل بعض أطراف اليمين يسمون القانون بالقانون الفرنسي، أو على أساس أنه في فرنسا هناك حصانة لرئيس الجمهورية، لكن في النظام النيابي لا توجد حصانة، لأنه في نظام النيابي عكس النظام الرئاسي. رئيس الوزراء هو مسؤول سياسيا أمام البرلمان، وهناك تضامن حكومي كذلك فيما يتعلق بهذا الأمر، أو تسقط الحكومة معا أو لا تسقط، ولكن لا يوجد عزل فقط رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة. على أي حال هذا محاولة خلط الأوراق لإيجاد مخرج للسيد نتنياهو وإيجاد حصانة له طيلة ممارسته للسلطة، ولكن هذا لا علاقة له بما يجري اليوم، لأنه أنا أعتقد أنه نعم هناك إمكانية لأن الحكومة اصطدمت بالمحكمة العليا وقامت المحكمة العليا بالإقرار بعدم دستورية مشروع قانوني، وحينئذ رفض رئيس الدولة التوقيع على المشروع، هنا سوف يكون هناك خللا يؤدي لأزمة دستورية. يصبح السؤال من يعلو على من. بطبيعة الحال هو المحكمة العليا هي التي من اختصاصها أن تصدر قرار، وربما حينئذ تصدر قرار بعزل بعزل رئيس الوزراء حتى مع وجود القانون الذي حاولت الحكومة تمريره قبل أسبوع، ولا دخل للكنيست بهذا. لن يكون هناك أي تصويت في الكنيست، لأن هذه مسألة قضائية بحتة لا علاقة لها على الإطلاق بالسلطة النيابية. سيد شلومو، اليوم ما هو دور حزب الليكود في هذا القرار بموضوع تعديل القرار تعديل القضاء تحديدا؟ البعض يقول أن نتنياهو هو الليكود، وأي محاولة للخروج من الليكود يعني كانت فاشلة بتحقيق حياة سياسية في إسرائيل. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ أعتقد إذا عدنا إلى الموضوع سبب الأزمة هو الإصلاح القضائي
فالمسبب لهذه الأزمة التي نشهدها وهو رجل الليكود الثاني من حيث بعد نتنياهو هو وزير العدل الحالي يريف ليفين، الذي يقول أنه سهر على إعداد الإصلاح القضائي بمدة 20 سنة، أي أنه ليس وليدة اليوم، بل أنه فكر ودرس وأعد العدة لهذا الموضوع، ووجد في تشكيلة الائتلاف الحكومي الحالي شركاء لتنفيذ هذا المشروع، هذا الإصلاح، وأنه سيقدم على تنفيذه وتطبيقه. وفي هذه الساعة يهدد نتنياهو بالاستقالة، أي استقالة وزير العدل نفسه يريف ليفين في حال اقدام نتنياهو على إرجاء، تجميد، تعليق، توقيف مراحل التشريع. هذا هو الرجل الثاني في حكومة نتنياهو، وأيضا ممكن نقول بأنه الرجل القوي في داخل حزب الليكود، حيث بنى معسكر من المؤيدين ومن أنصاره ربما أكبر وأقوى من أنصار نتنياهو شخصيا، ويرى نفسه بأنه وريث لنتنياهو بعد حكم نتنياهو. أي يريف ليفين يرى بهذا القانون، قانون الإصلاح القضائي، بمثابة اختبار شخصي، اختبار سياسي لقدراته السياسية الذاتية داخل الليكود. كيف هذا سيؤثر؟ أعتقد بأن ساعة الامتحان هي قريبة جدا في حال اتخاذ نتنياهو القرار. أعتقد بأن شركاء نتنياهو في سيد شلومو، طيب يبدو الاتصال متقطع مع السيد شلومو. مشاهدينا نذكر بأننا في تغطية مستمرة للتطورات في الشارع الإسرائيلي. هذه الصور المباشرة تأتينا من هناك. الأعداد يعني تتعاظم في الشارع بعد دعوات المعارضة للنزول إلى الشارع، وذلك احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير دفاعه وتعيين وزير آخر، أو بعض الإشارات تحدثت عن تعيين وزير الزراعة. في هذه التغطية أسأل سيد مائير، دكتور مائير، الشارع هو الضغط الأكبر لعله بعد الحياة السياسية على قرار رئيس الوزراء، ولكن ما هي الأدوات التصعيدية التي يمكن أن تلجأ إليها المعارضة، خاصة وأن الاحتجاجات والإضرابات أيضا بدأت بالفعل؟ كان الحديث يعني جرى عن إضراب الجامعات، اتحاد الجامعات أعلنت الإضراب، وبالتالي يعني أنت ذكرت ذلك. ما هي الأدوات التي يمكن لجوء المعارضة إليها للتصعيد؟ في الواقع أعتقد أنه الحدث الفاصل هو ما حدث اليوم، والأداة التي هي في يد المعارضة أو في يد الشارع عفوا هو محاولة استماتة عناصر من الليكود، نواب من الليكود، وزراء من الليكود، وإقالة السيد جالنت. هنا تكمن أهمية هذا الحدث. لماذا؟ أنا أريد هنا أن أفرق بين شيئين، بين وحدة الائتلاف من ناحية ووحدة الليكود. ما يعني نتنياهو وحدة الليكود؟ نتنياهو شخص معتدل، شخص براغماتي واقعي. هو بنى حملته الانتخابية قبل 4 أعوام، وكان شعار الحملة هو ضم إسرائيل لغور الأردن، وقال أنه هذا مشروع عمره، وأنه لا أمن لإسرائيل بدون غور الأردن. وبدأ في مشاريع، وصفقة القرن كرست ذلك، وأخذ على موافقة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سوف تبارك هذه الخطوة، حتى أتت دولة الإمارات العربية المتحدة واشترطت أن تسحب إسرائيل هذا المشروع حتى توقع معها على معاهدة سلام كما تتذكرون. وحينئذ كان الخيار هو السلام مع الإمارات، وطبعا مع دول أخرى فيما بعد، أو في إطار السلام الإبراهيمي أو ما عرف بذلك، أو التضحية بالسلام الإبراهيمي والمضي قدما في مسألة الضم. واختار نتنياهو العدول عن الضم، وأجبر حلفائه
أن يدعموه في هذه الخطوة، وجميعهم حتى اليمين المتطرف في الكنيست. أنا ذاك الرئيس اليمين المتطرف لم يكن سموتريتش، كان شخص آخر اسمه نفتالي بنت، حينما فيما بعد اعتدل وأصبح رئيسا للوزراء في إطار حكومة التغيير وغير من موقفه. ولكن آنذاك كان هذا هو الموقف. لذلك نفس نتنياهو وكذلك نتنياهو هو عارض الانسحاب من غزة، عارض الانسحاب من غزة خطة شارون، ولكنه في نهاية المطاف أجبر، وحتى لا يضحي بموقعه في الليكود وبمنصبه الوزاري صوت بالكنيست مع الانسحاب من غزة، إذن هو واقعي، كان ضد أوسلو وتعهد بأن حتى حين يأتي إلى السلطة سوف يلغي اتفاقية أوسلو، وأتى إلى السلطة بالعام 93 وانخرط في العملية. طبعا هو حاول أن يعرقل، ولكنه وقع على واي ريفر مع عرفات، وانسحبت إسرائيل إثر هذا الاتفاق من الخليل، وأصبحت الخليل كذلك منطقة ألف. إذن هو شخص مرن، هو شخص براغماتي، وليس من صقور الليكود، بل إنه شخص معتدل وواقعي. ولكن الخطورة هنا هو أنه ليست الانقسام داخل الائتلاف، لأنه إذا انسحب حزب متطرف قد يعوض ذلك دخول حزب آخر وسطي، ربما بيني جانتس وهو حزب وسط أو مركز يمين. ولكن الخوف هو من أن يخسر أن تحدث انشقاقات داخل الليكود، وهذا شيء هام للغاية لنتنياهو. هذا هو سلاح نتنياهو الأوحد منذ بدايته في السياسة، هو الإمساك بزمام الأمور في حزب الليكود. نحن إذا نتذكر ما حدث لرابين حينما اتهم في مرحلة معينة بالفساد وبرئ فيما بعد، ولكنه استقال. لماذا؟ لأن ضغط عليه حزب العمل. حينما تعرض كذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت لقضايا فساد ولمساءلة قضائية، لفظه حزب كديمة، ولذلك استقال. قوة التي يستمد بها نتنياهو والتي تجعله يزال يحكم ويدخل انتخابات ويشكل حكومة تلو الأخرى رغم أنه تحت المساءلة القضائية، هذا يستمد هذه القوة من حزبه، لأن الليكود متمسك به رغم كل هذه الشبهات. ولذلك إذا فقد نتنياهو الإمساك بزمام الأمور في الليكود، هذا سوف يكون بمثابة نهايته السياسية. لذلك أنا أفرق بين الوحدة الصف على مستوى الائتلاف الذي هو أقل أهمية بالنسبة للسيد نتنياهو من وجهة نظري من مسألة وحدة الصف داخل حزب الليكود. لذلك أنا أعتقد أنه ما حدث اليوم هو حدث جلل، والأداة والسلاح ربما الأقوى الذي تتمتع به المعارضة اليوم هي نجاحها في استمالة عناصر هامة داخل حزب الليكود، بل داخل الحكومة عن حزب الليكود. تفضل بالبقاء معي سيد مائير. أدعو أيضا ضيفي من القدس شلومو جانور بالبقاء معي في هذه التغطية. أيضا نرحب بضيفي من القدس إلي نيسان، ولكن بعد تناول هذه الأخبار المتعلقة بهذه التغطية، أيضا تذكير بأبرز الأخبار العاجلة التي كانت قد أيضا خرجت على شاشة الحدث. الآخرها كان يتحدث عن أيضا موقف لزعيم المعارضة في البرلمان، تناولناها أيضا قبل قليل. اتهم نتنياهو بيتجاوز الخطوط الحمراء. أيضا كان تحدث زعيم المعارضة يائير لبيد، قال أو وصف نتنياهو بأنه هو خطر على أمن إسرائيل، وأيضا بأن إقالة وزير الدفاع كانت ليس بمقدوره التخلص، ولو قام بها سيتخلص من وزير دفاعه، ولكن لا يتخلص من الشعب الذي يعارضه بحسب يائير لبيد. نتابع هذه الأخبار إذن المرتبطة بهذه التطورات. كانت الاحتجاجات إذن الرافضة لخط نتنياهو لتعديل القضاء قد أخذت انعطافا خطيرا بعد تحذيرات جالانت بالأمس من إمكانية تقصير الجيش، وذلك في عملياته بسبب تراجع عدد جنود الاحتياط على خلفية الانقسام الداخلي، حيث رفض نحو 200 طيار مقاتل في سلاح الجو الاستمرار في الخدمة كجنود احتياط وفق الإعلام الإسرائيلي. كما أعلن 150 ضابطا وجنديا في الوحدة 8200. هذه الوحدة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أعلنوا عزمهم التوقف عن الخدمة العسكرية، وذلك في قوات الاحتياط.
أيضا من جهة أخرى كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن تزايد الخلافات داخل حزب الليكود، وذلك حول خطط الحكومة لتعديل القضاء. في سياق قضائي أيضا، طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية من نتنياهو اليوم الرد على اتهام منظمة حقوقية له بازدراء المحكمة، وذلك لإدلائه بتصريحات حول التعديلات القضائية، رغم تأييد المحكمة أن ذلك يعد تضاربا للمصالح. كما طلبت المحكمة نتنياهو بالرد خلال أسبوع، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه التهمة قد تقود لسجن نتنياهو أو تغريمه. نعود مرة جديدة للمزيد من التحليل في هذه التطورات في إسرائيل. أرحب بضيفي من هناك المحلل السياسي إلي نيسان. تحية طيبة أستاذ إلي. كنت تحدثت مع ضيوفي سيد مائير وأيضا سيد شلومو عن الضغط داخل حزب الليكود تحديدا. هل يمكن للحزب أن يغير من التفافه حول نتنياهو؟ اسمع سيدي، أنا سمعت بعض الأقوال التي جاءت هنا في البرنامج. هذه الحكومة برئاسة نتنياهو يعتبر القطب اليساري في هذه الحكومة، لأن الأقطاب الآخرين في الائتلاف الحكومي حكومة هم بن غفير وسموتريتش من طرف واحد، وهناك أيضا أعضاء من الليكود الذين يتمسكون بمواقف متشددة جدا جدا، وهم يقفون إلى جانب يريف ليفين وزير العدل الذي بادر لكل الإصلاحات في الجهاز القضائي. ونتنياهو وافق على ما قاله، لأن عندما قام نتنياهو بتوزيع تبوء الوزراء في مناصبهم، قال في حينه يريف ليفين إنه إذا لم يتقلد منصب وزير العدل سوف لن يكون جزء لا يتجزأ من الحكومة. الآن بعد ما حدث اليوم من قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقالة وزير الدفاع، هذه الخطوة كانت بمثابة قسمة التي قسمت القشة قسمت ضغط البعير، لأن بعد الاستقالة كما الكل يعلم رأينا المظاهرات العارمة في شوارع إسرائيل، المشهد الذي لم نراه بتاتا فترة طويلة. وأنا قلت أن هذا الأمر وهذه المظاهرات تذكرهم بما حدث في مصر في ميدان التحرير، عندما قام الشعب في مصر هب ضد النظام في نظام المبارك. الآن بعد ما حدث كل ما حدث هذا المساء، هناك العديد من إعادة النظر، ورئيس الوزراء الآن يجري مشاورات في مكتبه، وهناك العديد من أقطاب الائتلاف بشكل خاص من المتدينين من شاس ويهودية التوراة، وأيضا العديد من الوزراء حتى الآن الذي التزموا جانب الصمت ولم يبدوا عن مواقفهم، أنهم يفضلون إعادة النظر بكل ما قام به يريف ليفين. وتعالت الأصوات قبل قليل في حزب الليكود للمطالبة من وزير العدل يريف ليفين الاستقالة من منصبه، لأنه هو كان السبب في الحرب الأهلية التي نراها في شوارع إسرائيل. إلى جانب ذلك يوم غد يعقد رئيس النقابات العمالية في إسرائيل الاستدرود مؤتمر صحفي دراماتيكي، ويعلن أن الاستدرود تعلن عن إضراب شامل في المرافق الاقتصادية، إلى جانب رؤساء المجالس المحلية الذين يضربون
يعلنون عن إضراب مفتوح، إضراب طعام أمام مكتب رئيس الوزراء. كل هذه الأمور تؤدي إلى ضعضعة الحكومة برئاسة نتنياهو. صحيح أن الائتلاف في الوقت الحاضر هو بعض الشيء ملتف حوالي نتنياهو، لأن الخيار الآخر هو عدم صمود هذه الحكومة وعدم صمود الائتلاف الحكومي، لأن هناك ضغوط طبعا من قبل الشارع. الآن أقول أن حان الأوان بأن يتدخل رئيس الدولة بوجي هيرتزوغ في هذه الأزمة الدستورية والشعبية والعسكرية التي نراها هذه الأيام، ويطالب من كافة الأطراف الجلوس في مقر رئيس الدولة لإيجاد قاسم مشترك بين كل الأطراف لإزالة الأزمة التي نشهدها هذه الأيام بشكل خاص. ليس فقط أقول الأزمة، وإنما الانشقاق الذي نراه في صفوف الشعب وأيضا في صفوف الجيش. كان من المفترض على نتنياهو الذي ألقى الخطاب يوم الخميس الماضي أن يقبل بالطرح الذي طرحه رئيس الدولة، وكان مقبولا على المعارضة أن يوافق على بدء التحاور مع المعارضة. بدلا من ذلك هو توجه إلى لندن ومكث هناك 3 أيام، والشوارع في إسرائيل اشتعلت، ورأينا أن اليوم بشكل خاص بعد لماذا اتخذ رئيس الوزراء القرار بإقالة وزير الدفاع؟ هل وزير الدفاع قال أني أعارض الإصلاحات؟ هو فقط شعر نبض القلب الشعب، شعر نبض القلب في الجيش. طيب. ولذلك طلب من نتنياهو التريث وتعليق تطبيق الإجراءات إلى ما بعد عيد الاستقلال. طيب. هل هذا هو السبب لإقالة وزير الدفاع؟ ربما وزير الدفاع ارتكب خطأ بسيط، وهو عدم التشاور مع رئيس الوزراء والإفضاء بالتصريح الذي أفضى به وزير الدفاع ليلة أمس عندما كان رئيس الوزراء في لندن. هذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبه ربما. طيب. وزير الدفاع، أما هو لم يكن ضد الإصلاح، ولم يكن هو عمل إلى جانب رئيس الوزراء، ولم يكن أي مبرر من قبل رئيس الوزراء سوى ربما الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء يائير ليني سنتفضل بالبقاء معي بإقالة وزير الدفاع. سنعود إلى هذا النقاش ومع ضيوفي أيضا من القدس، ولكن أستطلع أيضا المواقف التي خرجت من الإدارة الأمريكية للحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلي من واشنطن بيير غانم مراسل الحدث. بيير، تحية طيبة، أهلا بك في هذه النشرة. ما هو الموقف الذي خرجت به الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية وخلال الأيام الماضية عبرت عن قلق شديد مما يحدث في إسرائيل، وفي أهم مؤشر على ذلك هو أن الرئيس بايدن اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي منذ عدة أيام وتحدث إليه عن التطورات التي تقع في إسرائيل. الآن وبعد طرد وزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه والتظاهرات التي نشهدها في الشارع الإسرائيلي، هناك تصريحات منقولة عن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهي أولا تعيد التشديد على أن الرئيس الأمريكي كان أبلغ رئيس وزراء إسرائيل بأنه يجب احترام القيم الديمقراطية، ويقول أيضا في هذا التصريح إلى أن هذه القيم الديمقراطية هي جزء أساسي من العلاقات اللصيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي المعنى هنا هو أنه لو تخلت إسرائيل عن هذه القيم الديمقراطية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هناك اهتزازا أساسيا في علاقتها مع دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك يقول
البيان الصادر عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي هو أن المجتمعات الديمقراطية تكون أقوى لو كان هناك توازن في السلطات، وبالتالي يجب الحفاظ على ذلك. لم يشأ الأمريكيون من الواضح أن يقولوا للإسرائيليين ما يجب أن يفعلوه، ولكنهم يعبرون بشكل واضح على أن إدارة بايدن تعارض هذا المسار الذي تذهب فيه الحكومة الإسرائيلية مع الشارع الإسرائيلي وفي الطريقة التي يتم التعامل مع عملية الإصلاحات. هذا هناك طبعا تصريحات إضافية من مجلس الأمن القومي التي تتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة كثيرا مشغولة البال على ما يحدث في إسرائيل، وهي تدعو أي الإدارة الأمريكية إلى أن يكون هناك نوع من الوصول إلى تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى حل وسط فيما بينهم. ودعا البيت الأبيض أيضا المسؤولين الإسرائيليين إلى الوصول إلى هذه الحلول الوسط للوصول أيضا إلى أن يكون هناك تأييد شعبي لها. هذا على المستوى الرسمي. بيير، كانت أيضا المواقف خرجت عبرت عن قلقها من تأثير ما يحدث على أمن إسرائيل كما ذكرت، ولكن هل يعني عللت ذلك بتقارير أمنية استخباراتية مثلا؟ لا، ليس هناك أي تقارير تتحدث عن ذلك، ولكن يجب التوقف دائما والفصل بين هذا الموقف السياسي الذي يحدث في إسرائيل والموقف السياسي أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع أمن إسرائيل. فبالنسبة للأمريكيين أنهم ملتزمون بشكل كامل بأمن إسرائيل، ولا ليست هناك أي إشارة إلى أن أمن إسرائيل مهدد أو من الممكن أن يكون مهددا، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتقاعس عن حماية أمن إسرائيل. كل الشكر لك بيير على كل هذه المعلومات. حدثني من واشنطن مراسل الحدث بيير غانم. نعود إلى نقاشي مع ضيوفي من القدس. أسأل ضيفي من القدس في الجامعة العبرية دكتور مائير مصري. اليوم يبدو أن هذه الحادث أو الحوادث في إسرائيل وهذه الاضطرابات ولا سيما في المشهد السياسي يعني تلقي بظلالها على العلاقة مع الخارج ولا سيما الحليف الأول الولايات المتحدة الإسرائيلية. كيف يعني ستتعاطى برأيك إسرائيل الرسمية مع هذا الملف في الولايات المتحدة؟ الترجيحات تحدثت عن عدم سفر رئيس الوزراء إلى واشنطن وطلب من أيضا وزرائه عدم السفر، وبالتالي كيف ينعكس على علاقة البلدين؟ لا شك في أنه ما يحدث اليوم هو يؤثر سلبا على علاقة إسرائيل بالعالم بشكل عام أو الولايات المتحدة بشكل خاص، حيث أنه في الولايات المتحدة الضغط لا يأتي فقط من البيت الأبيض وإنما يأتي كذلك من المجتمع المدني الصديق لإسرائيل وكذلك من المؤسسات اليهودية، حيث أن هناك أغلبية واضحة من يهود الولايات المتحدة الذين يعارضون ما يحدث في إسرائيل ويتضامنون مع الشارع. يجب هنا أن ننوه بأنه نصف الشعب اليهودي يعيش في إسرائيل اليوم، يهودي من بين يهوديين هو مواطن دولة إسرائيل، ولكن أكبر تجمع يهودي في العالم بعد دولة إسرائيل هو يعيش في الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة هي تمثل أهمية بالغة أيضا من هذا المنظور، وهو من باب الدعم إسرائيل. يعني هذه الضغوط التي تأتي باب ما يسميه السيد نتنياهو بالتدخل الأجنبي ودعم اليسار الممول من الخارج ومن سفارات الغرب. تصور هذه لغة نتنياهو طبعا تذكرنا بعبارات عرفناها أثناء الربيع العربي قبل أكثر من 10 سنوات، وأن هناك مندسين في المظاهرات وما شابه ذلك. لكن باب التدخل الأمريكي هو المظاهرات، هو الشعب، هو هذا يأتي من باب التضامن مع ما يحدث في إسرائيل طبعا لأن هذا يضعف من شرعية الحكومة، لأنه مرة أخرى نريد أن نؤكد بأنه لا أحد يشك طبعا في شرعية السيد نتنياهو. أنقل هذه النقطة إلى ضيفي أيضا
من القدس. سيد شلومو، برأيك كيف ستتعاطى الحكومة مع الملف الخارجي خلال الفترة المقبلة باختصار لو سمحت؟ أعتقد بأن بيان مكتب مجلس الأمن القومي الأمريكي هو بمثابة سلم أمريكي إضافي لحكومة إسرائيل بالنزول من الشجرة والدعوة إلى إيجاد حل وسط في المجتمع الإسرائيلي، وهذا بمثابة نصيحة إضافية بالإضافة إلى النصائح التي أسدتها الإدارة الأمريكية على مستويات رجالاتها المختلفين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. بالنسبة للعلاقات، أعتقد بأن أيضا اللقاء الذي قد يتم بواسطة زوم تطبيق الفيديو بعد غد الأربعاء بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بحضور أكثر من 100 رؤساء وزعماء حول موضوع الديمقراطية في العالم، أعتقد بأنه سيكون مناسبة سانحة للطرفين أيضا لاستكمال الموضوع. وأعتقد بأن أيضا نتنياهو يريد الخروج بعنوان حتى هذا اللقاء الدولي. بالنسبة لعزلة إسرائيل، تفضل سريعا أرجوك. بالنسبة لعزلة إسرائيل، أعتقد بأن هذا أمر مخيب للآمال الإسرائيلية، لم تشهده إسرائيل من قبل في مثل هذه الأوضاع. ولذلك كل يوم يتخذ فيه نتنياهو القرار السريع لعودة مكانة إسرائيل الدولية هو مكسب ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للرسالة للعالم وللمنطقة بصورة جمعاء. أسأل إلي نيسان من القدس عن في حال التعنت كيف سيضر هذا القرار علاقة إسرائيل مع الخارج؟ أنا أقول لك بصراحة أن هناك جناح في الكونغرس الأمريكي الذي طلب من الرئيس بايدن اشتراط تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لإسرائيل بوقف كل الإصلاحات القضائية. نقطة ثانية، أنت تعلم أن هناك قضية لإسرائيل في المنابر الدولية في العالم، في الأمم المتحدة، في لجنة المحافظة على حقوق الإنسان، ودائما كانت الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب إلى إسرائيل لمساعدة إسرائيل وتأجيل أو إرجاء كل القرارات التي تم اتخاذها ضد إسرائيل. هناك مخاوف في إسرائيل أن الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب إسرائيل في الظروف الراهنة، ولذلك رأينا ما حدث على سبيل المثال في زيارة سموتريتش إلى الولايات المتحدة. أحد من الممثلين في الإدارة الأمريكية لن يرغب في لقاء سموتريتش بسبب مواقفه المتطرفة في الحكومة وبسبب التصريحات التي أفضى بها على سبيل المثال ضد عندما قال يترتب محو حواره. ولذلك أقول أن إذا فعلا نتنياهو يريد إعادة العلاقات المتينة التي كانت بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، صحيح أن هناك خلافات في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية الديمقراطية وبين نتنياهو، وهو نتنياهو فضل الحزب الجمهوري على الديمقراطي، وهو في حالة سيد إلي نتنياهو إذا يصمد نتنياهو في الحكم لتغيير النظام في كل الشكر لك، حيث يكون نظام جمهوري. شكرا جزيلا لك. على نتنياهو أن يعمل لإصلاح ذات البين. الوقت قد انتهى بالفعل. كل الشكر لضيفي من القدس إلي نيسان، أيضا من حدثني دكتور مائير مصري وأيضا شلومو جانور. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. دقائق قليلة ونكون معكم في موجز الأهم من الأنباء. إلى اللقاء.